هيكتور كوبر بدأ الماتش بجريمة 4-2-3-1، وهقول لكم ايه هو سبب الجريمة كمان شوية. احمد الشناوي في حراسة المرمى، حمادة طلبة على الشمال، رامي ربيعة واحمد حجازي قلبي دفاع، عمر جابر باك يمين. قدامهم في خط النص محمد النني وابراهيم صلاح، قدامهم ثلاثة. في النص عبد الله السعيد، على يمينه محمد صلاح، على شماله تريزيجيه، تحت مهاجم وحيد احمد حسن كوكا. اول لما عرفت التشكيل قلت يمكن موضوع تريزيجيه ان كوبر محتاج سرعات على الجنبين، ودورت له على اي حجه انه ما يبداش برمضان، اللي هو زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات انه احسن لاعبي مصر حاليا. انما الجريمه الحقيقيه كانت ان الماتش يتلعب من غير قائد حقيقي في الملعب، قائد قادر انه يستحوذ على الكوره ويدي ثقه لزمايله وعنده خبره وروح. من الاخر الجريمه ان هو ما بداش بحسام غالي. اترتب على الخطأ في التشكيل ده عشوائية المنتخب في الشوط الأول. اللعيبة كلها شباب، مفيش فيهم حد خبرة، لا مؤاخذة يا عم طلبة، عمالين يجروا خلاص، مش قادرين ياخدوا الكورة من نجاري، ولما بيحصل وناخد الكورة ما بنعرفش نعمل بسطنا على بعض. ومع ذلك قدرنا نوصل بكورة من ناحية صلاح بسبرنت عالمي مش هيتكرر تاني. صلاح يدي للسعيد والسعيد يدي لكوكا، وهوبا كوكا يضيع. وكأننا بتجيلنا كل شوية فرصة زي دي ومش محتاجين لها مثلا. غير كده منتخب نيجيريا كان عمال بيلعب ال31 على لعيبتنا، عمالين بيباصوا لبعض واحنا قاعدين بنلعب الكلب الحيران. بدأنا الشوط التاني بدون اي تغيير وبنفس عشوائية الشوط الاول، واترزعنا جول خزعبلي بغلطة من عنصر الخبرة الوحيد حمادة طلبة. كرة زي دي يا عم طلبة المفروض انت تشتتها من ناحية الشمال، لان في حاجة اسمها تغطية عكسية. لما بتلاقي المدافعين بتوعك متطرفين او ماسكين لاعبين تانيين او ساهيين حتى مش مركزين في اللعب، انت بتدخل مكانهم وبتقف كانك قلب دفاع. بديهيه والله يا طلبه. بعد جول نيجيريا كوبر افتكر انه مدرب منتخب مصر، فراح عامل تغيير نمطي جدا بخروج مهاجم اللي هو احمد حسن كوكا ونزول مهاجم مكانه اللي هو مروان محسن. ما مسكناش كوره برضه، ومروان ما عملش غير شويه ضغط عليهم في الوقت اللي عبد الله السعيد وتريزيجيه اختفوا تماما، وكأننا كنا بنلعب ناقصين اتنين. تقريبا في حد راح ساكع كوبر بالقفا او صحاه من النوم وقال له عندك اتنين ما جوش الماتش لسه وبيلعبوا في الملعب ولازم نعمل حاجه. فراح مغير عبد الله السعيد اخيرا بالكابيتانو حسام غالي. التغيير ده فرق معانا جدا. اخيرا حسينا بشخصيه في الملعب. اخيرا لقينا منتخب مصر قائد بيقف على الكوره. لا لا لا، لا مؤاخذه يا عم رمضان، مش انت دورك جاي لسه. قائد بيسلم وبيستلم. وبدأنا أخيرا نمسك الكورة، وبعد ما كان الماتش كله ضباب وبدأنا نحس بطعم الخسارة المرير، بيظهر لنا بصيص أمل من بعيد جدا اسمه رمضان صبحي. صحيح رمضان نزل في وقت متأخر جدا، بس معلش، ينزل متأخر أحسن من إنه ما ينزلش أصلا. بيتهيألي رمضان بعد ما صنع الجول ادى درس قاسي جدا لكوبر. يا عم كوبر، رمضان ده ما يقعدش احتياطي لحد أبدا، ولا اتنين حتى. اعتراف ومن غير شكر، لان ده واجبه. لولا احمد الشناوي وبعد ردة فعله الرائعة في الدقيقة 71 من شوطة صعبة جدا من احمد موسى، فعلا لا تصد ولا ترد، ولو دخلت ما كانش هيلام عليها ابدا. احب اقولك انت خير خليف للسد العالي. استمر على المستوى ده يا برنس وهتبقى انت السد العالي الجديد. اعتراف تاني وبرضه مش شكر. لولا فدائية وروح ورجولة وحماسة وقول عليه زي ما تقول حمادة طلبة، كان زماننا دلوقتي فاقدين الأمل في إننا نطلع حتى بنتيجة محترمة. طلبة بعد ما خرج الجول ده نساني اللي عمله طول الماتش. بس نصيحة للراجل حمادة طلبة، لو أي حد من لعيبة نيجيريا اللي كانوا عاملين عليك جابها من ناحية الشمال معرفتش تاخد منهم الكورة في ماتش العودة،
اكسرهم بس بمعلمة، اتعامل باسلوب اضرب الضربة توجع ما تعلمش، وما تخليش حد يعدي منك تاني يا طلبة، خصوصا اللي اسمه احمد موسى ده. هم كل اللي اسمهم احمد موسى كده ما بيحبوش مصر. الحكم ظلمنا، اه. جه علينا، ايوه. سرقنا في الوقت الضايع، ممكن. يعني هو السبب في تعادلنا ده؟ لا طبعا. امال ايه؟ احنا السبب يعني؟ ايوه احنا السبب. طب ليه يا عم الحاج؟ هقولك. احنا السبب علشان احنا اللي ادينا له فرصة يتحكم في مصيرنا. احنا لو كنا بدأنا بتشكيلة صح ما كناش هنهتم بظلمه. احنا لو كنا جبنا الكام فرصة اللي جات لنا اجوال او حتى جول واحد ما كناش هنحتاج له اصلا. فما نزنقش نفسنا ونستنى الظروف تساعدنا، احنا اللي بنصنع الظروف دي. يا ريت تاخدوا بالكم من الكلام ده الماتش الجاي، انتوا بتمثلوا منتخب مصر. الرسالة اللي فاتت دي للعيبة، يا ريت تاخدوا بالكم من الكلام ده الماتش اللي جاي، لانكم بتمثلوا منتخب مصر. نجم الماتش بكل تأكيد هو احمد الشناوي. كان زمان طلبة هو نجم الكوكب الاوحد، بس لولا الجول الاول وجبهته المفتوحة من ناحية الشمال، يا خسارة. بكده تبقى حلقة النهاردة خلصت. لو عجبك التحليل يا ريت تعمل لايك وشير في الخير وسبسكرايب في القناة تحت لو انت مش مشترك. لو ليك تعليق على اي حاجة اكتبه في الكومنت. لو عايز تشوف الفيديو بتاع المرة اللي فاتت